مصدر من بيراميدز يعلنها: محمد علي بن رمضان على رادارنا من أجل ضمه الموسم القادم. أكد مصدر من داخل نادي بيراميدز على أن هناك نية لدعم مركز خط الوسط بلاعب زي بن رمضان الموسم القادم. يعني هم هيسيبوه مع الشمال القطري في الموسم القادم، وبعد انتهاء الموسم سيبحثوا مع النادي القطري إمكانية ضمه. طب ايه موقف النادي السماوي؟ ساعتها هيكون خلاص وليد الكارتي رحل عن الفريق، وهيكونوا عايزين بقى يعوضوه بلاعب زيه وفي نفس مركزه وفي نفس امكانياته. فهم شايفين ان بن رمضان هو البديل الانسب لوليد الكارتي. كمان هم شايفين ان تجديد عقد حمدي فتحي مع الوقرة حتى 2029 وقراره بالاستمرار مع الوقرة حتى الاعتزال واختيار اكرم توفيق الانتقال للنادي الاهلي جعلهم الان امام بن رمضان فقط. لذا النادي السماوي ينوي من الان الاتفاق مع بن رمضان على الانضمام اليهم بعد نهاية الموسم القادم، بشرط طبعا ان نادي الشمال القطري يكون موافق على رحيله. ولكن لو بن رمضان تألق وكسر الدنيا مع الشمال فبالتأكيد هيكون من الصعب جدا بل من المستحيل رحيله عن الشمال، ده اذا تألق.